معانا دار نشر شابة أيضا ومنجزة وناجحة جدا جدا، هي دار الرواق. ومعانا الأستاذ هاني عبد الله اللي أسسها سنة 2011، وعنده مجموعة متنوعة جدا من خطوط، يعني مش واخد خط واحد في النشر، ولكن تبنى أكتر من خط منهم. كتب التنمية البشرية، كتب التاريخية، التراجم، الترجمة يعني. فحابة طبعا أسألك إزاي دخلت مجال النشر؟ هل صدفة برضو ولا أنت كنت عندك الشغف ده من زمان يعني؟ مساء الخير على حضراتكم. اولا بحب اشكر الصالون والقائمين عليه، وانا متشرف بوجودي على منصه عليها قامات كبيره زي الاستاذ محمد رشاد، الاستاذ مصطفى. المؤسسه كان ليها دور كبير جدا، مش بس في اثراء حركه القراءه في مصر، لا، في اثراء الحركه الثقافيه بشكل عام. يعني انا اتذكر وانا صغير، انا مش عجوز قوي، ابدو عجوز شويه، بس انا 45 سنه. اتذكر وانا صغير بدايه القراءه بتاعتي كان ان انا اروح المكتبه واشتري رجل المستحيل او ما وراء الطبيعه او ما الى ذلك، وابدلها كل عدد ابدله بربع جنيه، يعني حتى فاكر بالظبط الرقم. طبعا متشرف بوجودي على منصه فيها الاستاذ محمد رشاد اللي دايما داعم للجميع، الكبير والصغير، ان كان بالقدوه او بالتجربه المتميزه او بالدعم بشكل عام. لو حبيت يعني الخص التجربه الخاصه بيا بالنشر، انا دايما بكون فخور وانا بقول ان انا بياع كتب. انا بدات في مهنه النشر وانا عندي 18 سنه، من حوالي 27 سنه تقريبا. بدات بياع كتب، ومن البدايه بدا شغفي بالكتب بشكل عام وبالصناعه. حتى اتذكر ان انا كنت اول مره اشتغلت في معرض القاهره مع الدار الثقافيه للنشر مع الحاج فتحي نصار. متذكر جدا الحاج فتحي، هو الدار لسه ما زالت موجوده وليها فضل كبير جدا عليا، لان هي علمتني في بداياتي، علمتني حاجات كتيره جدا. بعد كده كملت دراستي، انا معايا بكالوريوس تجاره ودرست تسويق. ثم بعدت شويه عن المهنه ثم رجعت لها مره اخرى. بدات يعني باستمراريه من سنه 2002. اشتغلت في احدى دور النشر لحد ما جت الثوره، وتقريبا هي السبب الرئيسي اللي خلتني افتح الدار. كان عندي افكار كتيره وكان ليه عندي السبب اهداف. الرئيسي؟ تقريبا هي فكره حلم، يعني كان عندي تخيل ان احنا ممكن نبدا بحاجه جديده مختلفه، بفكر جديد. وبدات الدور في 2011. كانت البدايه صعبه جدا لان الفتره دي كانت صعبه جدا. وكان عندي تفكير ازاي هقدم نفسي للمجتمع القراء وللناشرين، ازاي هكون مختلف. ف يعني شويه بالخبرات اللي عندي في مجال التسويق عرفت ان كان في نقطه شويه ما لهاش تركيز، الا وهي الكتاب الشباب. فكان عندي تخيل ان في كتير من الكتاب الشباب محتاجين فرصه، محتاجين يتقدموا بشكل مختلف عن غير الموجود. عندنا اسس طبعا، وتعلمنا من الاساتذه الكبار يعني انا استاذ محمد رشاد من الناس اللي اثروا فيا جدا، ويمكن هو ما تتذكرنيش وانا لسه صغير شويه. الباشمهندس ابراهيم المعلم، الحاج محمد مدبولي، طبعا كل واحد فيهم ادانا قدر كبير جدا من القدوه والطموح يعني. فبدات افكر ايه اللي ناقص السوق المصري او العربي، ان احنا نقدم كتاب جداد، بس نقدمهم برؤيه وطرح مختلف. فبدات افكر ازاي ممكن نوصل للشباب، يعني الشباب يروحوا للشباب، ازاي نقدر نقدم للقراء الشباب ده اللي مش موجود. تقريبا اول كتاب عملته كانت روايه للكاتبه المتميزه شيرين هنائي، بالصدفه. طبعا كانت البدايه لسه صغيرين، كنا احنا لسه صغيرين، ما كانش في فريق ولا كان في لجنه نشر وما الى ذلك. احنا النهارده عندنا اكتر من 18 موظف، جزء كبير جدا منهم بيشتغل في الجزء بتاع اداره النشر. كانت من خلال قراءاتي قريت حاجه مختلفه مبهره، كاتبه صغيره في السن بتقدم شيء ما شفتوش قبل كده.
اتكلمت معاها ويلا عندك روايه؟ قالت لي اه عندي روايه فعلا كاتباها بقالي فتره طويله. وبدانا بالروايه، استعنت بصديقي احمد مراد الكاتب. هو كان تقريبا احنا من اوائل الناس اللي اشتغلنا معاه في فكره تصميم الاغلفه. وبرضه كنت رايح لمراد لانه عنده رؤيه بصريه مختلفه. وده اللي انا كنت حاسس ان هو ناقص شويه، ان احنا نروح للشباب بعين جديده تناسبهم، بقطع كتاب مختلف، بطرق تسويق مختلفه. والحمد لله الروايه نجحت نجاح كبير، واستمرينا بقى، ومع الوقت بقينا نطور، وانا بقيت اتعلم، لان انا زي ما بقول لحضرتك في الاول انا دخلت المهنه من باب البيع، ان انا كنت بياع. فكنت ده فادني بشكل كبير في ان انا افهم احتياجات الناس. آه، وحتى الان انا بستمتع جدا بوقوفي في المعارض، يعني احب اقف واتكلم مع القراء واعرف احتياجاتهم ايه واهتماماتهم. مع الوقت اتعلمت واستعنت بناس يعني ليهم دور كبير جدا في تطور الدار، وفي الافكار الجديده اللي هي قدمتهم على مستوى النشر، على مستوى خطط المختلف اللي بنقدمها، على مستوى الحقوق والكتب اللي بنشتريها من بره. فما زلنا بنتعلم، والحمد لله اعتقد ان احنا بنحاول نقدم حاجه مختلفه للقارئ المصري والعربي. تجربة طبعا مهمة، وأنا بحس حتى وأنا بتجول في المعرض إن دور النشر الجديدة أو الشابة ليها بصمة مختلفة، يعني فعلا في شكل الأغلفة، في اختيار العناوين، في قراءة يعني عقول ومزاج الشباب. يعني بحس إن أنتوا قدرتوا تنفذوا بنجاح فعلا زي ما قال أستاذ محمد رشاد. قدرتوا يعني تقطعوا مسافات في دراسة ماذا يريد الشباب، ماذا يريد أن يقرأ الشباب، وبتقدروا فعلا تحققوا ده بشكل جميل ونجاح يعني بحييكوا عليه طبعا.